وين بيطلع يا حاج معمر القذافي؟ تو يطلع ان شاء الله. تو دقيقة يا حاج، خليك تو واقعي بجدياتك، خليك تو احنا نبغى نحكي كلام معقولة بأمانة بالجديات هذا اللي انت في كلامك كله. نعم هذا كله كلام جديات ما فيش هزل. قصدي القذافي انك انت مداير حي ولا تبصر علي؟ والله لا على قيد الحياة. من هو؟ القذافي. الله اكبر يا حاج. والله لا على قيد الحياة. لا خلاص حرام عليك. وهذاك اللي شدوه ويدفوا فيه هذاك الجن متشابه به. هذا راه القذافي أيد الله بجنود لم تروها، جنود ما تشوفوش فيها انتم. فهمتوا؟ أيد بجنود لم تروها. يجي لي واحد من الرجال يقول زود تشبه بيا بأمر من الله سبحانه وتعالى. أقول القذافي مشر. اي نعم مرسل من عند الله يقول تشبه بيا. مش يخرج من الشبه 40. ليش القذافي مش يخرج من الشبه 40 تقولوا ونعم بالله. خلاص فهمتوا؟ يجيب واحد شبيه به القذافي يقول له يلا خط الموت، انت في خط الموت خلي يدفوك ويدفوك. فهمتوا؟ يحسبوه القذافي وهو مش القذافي. ضد العصيدة لا اله الا الله. المقصود هذا كله القذافي. ايوه لا والله على قيد الحي وقاعد يدور في البلاد زي ما هي. غريب يشوف باش يعرف الشعب الليبي قيمة القذافي. امتى بيطلع؟ فهمت؟ طبعا عن قريب ان شاء الله. عن قريب الله اعلم. فهمت؟ البارح واحدة من الغنية هو يتكلم بجنب القذافي بيطلع لنا تو. ان شاء الله. ها؟ الحاج قال لك سمعتك القذافي جاي يطلع تو بيطلع. واحد ثاني؟ لا هو القذافي ذيك نفسه. حتى لا عارف قال لك شبه هذا قال لك ذاك واحد ثاني. فهمتوا؟ ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن صدقني يا حاجة القذافي انتهى على وجه الارض. فهمني أسولات انت العائلة الفاسدة. هذا مش ما يبوش دقيقة. عائلة فاسدة هذه عائلة والله عائلة فاسدة. ويهود هذا لا عنده أعمام لا عنده أخوال لا عنده شيء. هذا ولد يهودية أبوه طلياني بومنيار رباط. استغفر الله. هذا حيوان يقتل في الناس جاي يأتيك في العراق. رزاقنا أموالنا الشعب الليبي واحد. هذه دوة المربيع. دوة المربيع. ليش ندوة المساكين المربيع اللي بيه تعبوا يا هذا. أنت رجل في الأمن أعطيك الخط الأخضر تدوي شت اللي لا ما عمري خدمت. أنتوا أعطيك الخط الأخضر هو ما عمري تدوي القذافي صفته من نعت حمار كلب. استغفر الله. حمار كلب كذا تقول فيه شت بي لأن أعطيك الضوء الأخضر تقول شو القذافي باش تعرف لأني عدو القذافي ولا. فهمتوا؟ لكن لا أنا تحطني اليوم الداخل خليني نصلي الجمعة.